السلام عليكم، أنا دانيال صانع محتوى وهذا ثاني فيديو إلي على اليوتيوب. قررت اليوم أبدأ بمكان سياحي كثير حلو كثير قديم في دبي، تقريبا عمره فوق 100 سنة. بدي أحكي لكم قصة سياحية تراثية وتجوا معاي بجولة كاملة ضمن هذا الحي. وإذا ما انكم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس، خليكم تشوفوا الفيديوهات يلا الجاي. يلا هاي الأحياء القديمة كمان موجودة في دبي. جزء من هاي المنازل القديمة تحولت لسوق. طبعا فيها كافيهات وفيها مطاعم وأغلبه لباس تراثي تقليدي، فبنصحكم تزوروه. أنا أفتكر هذا الصغير هو كلام هو هند. والله يا جماعة الأجواء خيالية. شوفوا دبي القديمة وراي هيك، وعلى الطرف الثاني اللي هي خور دبي. هي بيمروا فيها السفن القديمة وفيها عبارات بتنقلكم من طرف لطرف بدرهم واحد بس. شوف ما شاء الله، يعني أماكن عن جد تستحق انكم تزوروها. يلا خلينا نروح في جولة كاملة ضمن هذا المناطق. على فكرة هاي الأماكن اللي موجودة وراي، هذا السوق القديم اسمه سوق السيف. بداخله بتلاقوا المتاجر للأشخاص اللي بدهم يشتروا قطع تراثية ولباس شعبي وإلى آخره. كل شيء موجود داخل هالسوق، بالإضافة إلى البهارات والتوابل. أغلب الأشخاص اللي موجودين هون جنسيتهم هندية أو من باكستان، لأنه سابقا كل شيء كان موجود في الإمارات، يعني كان يجي من الهند. فأغلب التجار اللي موجودين جوا هم هنود. حتى بعض الأسماء اللي موجودة في الإمارات لسه بيستخدموها لغاية اليوم، هي أسماء هندية. ليش؟ لأنه كانوا يطلعوا عند التجار على الهند ويجيبوا من عندهم البضاعة والأسماء ويعلموها للأولاد، لدرجة أنه بعض الشيء صار نفس الأسماء. شعور كثير حلو صراحة. تقريبا صار لي خمس سنوات أو أكثر من 4 سنوات يعني موجود في الإمارات، لكن ولا مرة زرته حي الفهد. هي أول مرة بدخل هذا الحي التراثي. كله شيء قديم فوق 100 و 150 سنة تقريبا. خلينا كلنا متفقين انه سابقا كانوا يبنوا بيوت من طين، واحيانا كانت
هاي البيوت متينة ومحققة كل الشروط وكل الأهداف اللي كانت تحميهم يعني سابقا. لكن كيف كانوا يبنوا طوابق؟ يعني هذا الشيء كان ما صار يبنوا طوابق غير على وقت الحديد، صار في حديد مسلح يبنوا أساسات وبعد منها يطلعوا الطوابق. لكن شوفوا هذا المنظر اللي موجود معي هون. هذا البيت تقريبا بانيينه من ثلاث طوابق، وكله بناء قديم، يعني مبين من تحت لفوق كله بناء قديم. شو السبب او كيف بانينه؟ ما كنت اعرف صراحة. هذا يا جماعة خور دبي. هذا الخور اللي هو عبارة هاي ما بين المدينة الجديدة والقديمة، من أجمل الأماكن صراحة، بالأخص وقت الغروب. الله، شو استأمنت. من أجمل الأماكن على فكرة، بنصحكم الكل تزوروه. موجود جنب سوق السيف على إيدكم اليسار من بعد ما تدخلوا على سوق السيف. الله، أجمل الأماكن صراحة. أجواء جدا رهيبة. يعني إذا بدنا نرجع بالوقت حوالي 100 سنة وأكثر، كيف كانوا عايشين هاي الأشخاص اللي كانوا بيوتهم هون أساساً، كيف بانيينه على هذا الخور من الأساس اللي كله مي. عن جد شيء عجيب. ونيالهم كيف كانت حياتهم. بالأساساً سابقاً هم كانوا يشتغلوا في اللولو ويصطادوا من البحر أسماك فبانين حياتهم بشكل عجيب وكثير كثير صح. يعني هاي الأطلالة، متخيلين؟ عن جد شيء كثير كثير رهيب. ممكن وانتم ماشيين في السوق القديم في دبي تلاقوا أجواء هندية عادي يعني. على ما يبدو أعتقد إنه المطعم هندي. ما بعرف شو الآلات اللي عم يعزفوا عليها. والله يا جماعة أنا مش بالهند، أنا في دبي، بس الأجواء هندية بامتياز صراحة. كثير انبسطت في هاي الجولة، عجبتني يعني بشكل عام. بس تعالوا شفت شيء، هو نفسه المطعم الهندي اللي كانوا عاملين الاحتفال قدامه، بس شكله هذا من الطرف الثاني. خليني أعطيكم شيء كيف هون. ليك قلنا لكم أجواء هندية بامتياز. يعني شهوني اروح الهند، مش كثير بس شهوني اروح الهند. وحاطين عربيات قديمة والله حيهم. بالفعل يعني تقريبا انا بوعى وانا صغير كنا ما زلنا بنستخدم هيك شغلات، يعني اشياء شيء قديم. اهم شيء هون، صح خبرتكم في اول فيديو انه عادي ممكن تصوروا في كاميرات احترافية، في موبايلات، في اي شيء، لكن الدرون محظورة. ممنوع تصور هون في الدرون او تطيرها. فهي اهم نقطة للاشخاص كمان اللي بيجوا من خارج دبي وبيكون معاهم درون. حاولوا قدر الامكان لا تطيروا الدرون في حي الفهيدة او في سوق السيف او فوق الخور بشكل عام.
يا جماعة شوفوا الأجواء هون خرافية، بحر، بيوت قديمة، خضار، كافيهات. فخلاص أنا صار لازم أقعد أشرب شيء أو أتغدى هون في هذا المكان. واحكوا لي وين ممكن أصور لكم كمان المرة الجاي، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى تشوفوا كل الفيديوهات القادمة.